السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو لسه بتسأل نفسك ليه علاقتك بتوأم شعرتك مش مستقرة أو ليه بتحس بوجع مش مفهوم بينكم، خليك فاكر إن السر ساعات بيكون في الطفولة. جروحنا القديمة هي البذرة اللي بنزرع بيها واقعنا النهاردة، ولما بنشفيها بنرجع لحقيقتنا ولقلبنا اللي اتخلق علشان يحب ويتحب. تعالوا نفهم مع بعض ازاي جروح الطفولة بتأثر علينا وازاي نحرر نفسنا منها ونستعد للحب اللي بنحلم بيه. بس اتمنى منكم ما تنسوش اللايك والشير، واللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس للكل، ويلا بينا نبدأ. اللي عايزة اقوله لكم ان طفولتكم ما كانتش صدفة ابدا، انتي اللي جذبتي كل اللي حصل فيها بعقلك الباطن وروحك اللي كان ليها رسائل ودروس. كل تجربة مريتي بيها كانت جزء من رحلتك عشان تكوني الشخص اللي انتي عليه النهاردة، وكل جرح اتفتح جواكي كان بيناديكي للشفاء والتحرر. جروح الطفولة ساعات بنفتكرها ضعف أو عبء، بس في الحقيقة هي أكتر حاجة بتقوينا وبتكشف لنا رسالتنا وقوتنا. انتي وتوأم شعلتك روح واحدة ووعي واحد، وعلشان كده غالبا طفولتكم فيها أنماط شبه بعض وتجارب متشابهة، وكل ما انتي بتبدأي تشفي هو كمان بيشفى معاكي والعكس. خليني اديكي شوية أمثلة حقيقية عشان تكون الصورة واضحة أكتر. جرح الطفولة مثلا التجنب والإنكار. هل وانتي صغيرة كنتي بتشوفي الإساءة أو السمية في بيتك وبتتجاهليها؟ يمكن كنتي بتقولي لنفسك مفيش حاجة أو كل العائلات كده. لكن الحقيقة بقى والشفاء، مفيش حاجة اسمها مقياس للإساءة. أي أذى أو سمية محتاجين يتشافوا ويتحلوا. مفيش حاجة اسمها إساءة مقبولة. تاني نقطة، جرح الطفولة اختراق الحدود. هل حدودك دايما كانت بيتم التعدي عليها؟ هل ان انتي اتعلمتي انك لازم تقولي حاضر حتى لو مش مرتاحة؟ الحقيقة هنا والشفاء هنا ليكي كل الحق في حدودك العاطفية والروحية والنفسية والجسدية، ومش مطلوب منك تبرري ليه بتحمي حدودك، لأن دي حقوقك الأساسية. جرح الطفولة الفقر والعجز. هل اتعلمتي انك مش هتقدري تحققي احلامك، وان الفلوس صعبة او الفلوس وحشة وشر؟ الحقيقة بقى هنا والشفاء هو ان انتي روح الهية مليانة وعي وطاقة بلا حدود. مفيش حلم ربنا زرعه في قلوبنا الا وهو قادر يحقق لنا اياه. مهم جدا انك تبصي على الجروح دي بوعي وحب وتعاطف، وتعرفي انها مش انتي، دي انماط قديمة وكرمة اجيال طويلة. انتي بس اللي قررتي توقفيها وتشفيها بايدك. الناس اللي بدأت تشفي صدمات طفولتها شافت قد ايه العلاقة مع توأم الشعلة بقت حياتها اسهل واجمل وفيها انسجام وسلام حقيقي، وانتي كمان تستاهلي ده. يعني لو حاسة ان روحك